السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة كده هنعمل سمك مقلي، هنعمل له كده تتبيلة جميلة وكده جميلة خالص يعني، وكانت تتبيلة كده بسيطة. معنا طبعا سمك مغسول ومتنضف كويس. معانا هنا معلقة كبيرة بهارات سمك، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة فلفل. معانا هنا كده 3-4 فصوص توم كده هنفرمهم برضو، ومعانا هنا حزمة بقدونس، ومعانا ليمونتين، ومعانا خل وزيت. بس دي التتبيله، اجمل تتبيله دي للسمك. طبعا كده هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل معلقه كبيره بهارات السمك، ومعلقه صغيره الفلفل، ومعلقه الملح، ومعلقه الكمون. وهننزل هنا حزمه البقدونس وفصوص الثوم، يعني كده كتري الثوم، السمك كده بيحب الثوم والبقدونس والكمون. هننزل كده حوالي معلقتين خل، كده زيت بس يكون زيت كده نوعه جميل. وهنعصر كده الليمونتين. طبعا هناخد الكلام ده كله ونفرمه فرمه كده ناعمه ونرجع تاني. طبعا كده هننزل كده الخلطه كده الجميله على السمك ونبدا نتبله. طبعا كده هنبدا نتبل السمك وندخل كده الخلطه جوه السمك. طبعا كده عاملين فتحات كده بالسكين صغيره في السمك، ننزل فيها كده الخليط ونتبله كده كويس من بره ومن جوه في الفتحات دي كل كميه السمك. طبعا كده هنسيب السمك بتاعنا في التتبيله كده يتشرب، وكده هنعمل معاه كده شويه رز حلوين بالطماطم والفلفل. طبعا كده هنبدا نجهز الرز. معانا كده سمنه او زيت اللي تحبيه. هننزل كده الاول كده فصين توم مهروسين. الرز ده جميل جدا وطريقته حلوه وطعمه جميل. طبعا كده بعد ما قلبنا كده التومه تقلبتين مش كتير، هننزل كده الرز. وبعد كده مقلبنا الرز كده والثوم تقلبتين، هننزل كده قرن فلفل وطماطمايه ونقلبهم كده كويس مع الرز. الرز ده جميل جدا حلو مع السمك، بيبقى طعمه حلو جدا. طبعا كده هننزل نص معلقه صلصه، وكده هننزل الميه السخنه بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كده هننزل الملح على الرز وهنغطي عليه وهنسيبه يستوي وهنبدا نقلي السمك. طبعا كده خلاص بعد ما سيبنا السمك في التتبيله وعملنا الرز، طبعا ده الدقيق بقى اللي احنا نبطن به السمك. عليه معلقه بهارات سمك ومعلقه فلفل ومعلقه كمون ومعلقه ملح، دي بس كده هنخلطهم كويس مع الدقيق. طبعا كده هنتبل كده السمك بالدقيق. طبعا معانا طاسه فيها زيت وهنبدا نقلي السمك بتاعنا. طبعا كده معانا زيت سخن مش قوي يعني، كده هننزل السمك يتقلي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كده خلاص نزلنا السمك، هنسيبه كده يتحمر على اول جنب وبعد كده لما نقلبه. طبعا كده هنبدا نقلب السمك بسم الله الرحمن الرحيم، هناخد كده لون ذهبي برضه جميل كده على الجنب الثاني. طبعا كده خلاص السمك كده استوى واتقرمش. طبعا كده هنشيله من الزيت. طبعا مش قادره اوصف لكم ريحه التتبيله جميله ازاي كده بتاعت السمك، طالعه كده ريحتها رهيبه جميله جدا. جربوا الطريقه دي هتعجبكم خالص. كده هنشيل السمك. طبعا كده خلاص الغدا بتاعنا جاهز زي ما شايفين. قلينا السمك بطريقه كده بسيطه وعملنا له تتبيله جميله جدا. ريحه التتبيله دي جميله جدا جدا خطيره، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. والسمك كده معانا مستوي ومقرمش وتمام ولونه كده ذهبي وجميل. طبعا والرز ده يعني حاجه كده رهيبه مع السمك، جربوه سهل كده يعني بالخلطه الثوم والطماطم والفلفل ومعلقه الصلصه بيبقى جميل جدا. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. الاكله دي كده بتبقى جميله ومعاها شويه كده سلطه خضراء بتبقى رهيبه. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.